ثم ليس المقصود من انكار المولد نقص في حكم النبي عليه الصلاه والسلام، لا، بل هو احب الينا والى اهل السنه من ابائهم وامهاتهم وانفسهم عليه الصلاه والسلام، حتى قال عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وقال عمر يا رسول الله ما انت احب اليه كله من نفسه؟ قال: يا عمر لا، حتى اكون احب اليه من نفسه. فقال: انت احب من كل شيء حتى من نفسه؟ قال: انا يا عمر. اهل السنه يؤمنون بان الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليه من كل شيء بعد الله، فاحب شيء اهل السنه الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو احب الناس اليه فوق محبه النفس والمال والولد، ثم الانبياء بعد عليه الصلاه والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله انه احب الينا من كل شيء بعد مسلم، نشهد الله انه احب الينا من المسلم والوالده واولادنا وكل شيء، والله لو انه شرع ذلك لشرعنا اليه ودعونا اليه حدث، والله لو شرع ذلك لدعونا اليه ولشرعنا اليه لكتبنا فيه الكتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله اصحابه، ولكن اليوم عدم الناس من نهاهم عن عوائدهم، عدم الناس من نهاهم عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، أي أنهم عن باطل وعن بدعة، قالوا هذا يبلغ النبي، هكذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم النبي إلى توحيد الله وإخلاص الله، قال: محمد يبلغ عيسى بن مريم عليه السلام، قال: يبلغ عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه السلام،